هذا سائل من فلسطين يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. أنا مسلم جديد من تل أبيب، كنت يهوديا. نعم، من تل أبيب. نعم. كنت يهوديا والآن أكتم إسلامي عن أهلي خشية قتلي، ولا أستطيع الخروج مع الفلسطينيين لأنهم يحسبونني يهودي وسيقتلونني. أرشدوني يا شيخ، ما العمل؟ العمل اكتم إيمانك واعمل من دين الإسلام بما تقدر عليه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه فهو في الظاهر يعني من قوم فرعون ومعهم، ولم يظهر منه إيمانه. كان يدافع عن موسى بعقلية فقط، لا باسم، من غير أن يظهر تصديقه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا واحمد الله أن من الله عليك بالإسلام. وهذا قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواضع أنه يوجد بين اليهود من هو مؤمن بالله ورسوله، وفسر به مثل قوله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر، الآية. فأنت اعمل من دين الإسلام بما تستطيع. وأعتقد إن الأمر يعني يسير، فالإنسان له مكانه الذي ينفرد به، فتصلي في مكان آمن لا يظهر عليك هذا، لا يعني تصلي في بيتك في غرفتك، تصلي، تفعل الخير، تصوم رمضان، تعد ما تستطيع حتى يفرجها الله لك. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة. الله أكبر. نريد من الأخ أن يتواصل معنا لنطمئن على يعني ثباته واستمراره معنا، وندعو له إن شاء الله بأن يثبته الله وأن يبصره بدينه، البصيرة بالدين، البصيرة والتعرف على أصول دين الإسلام هي من أعظم أسباب الثبات عليه. نعم.